إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله عز وجل حق تقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أيها المسلمون، استقبلت الأمة الإسلامية هذا الزائر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر وبهجة بك يا رمضان. زائر زاهر وشهر عامر فضله ظاهر بالخيرات زاخر. أرفع من أن يحد حسن ذاته وأبدع من أن تعد نفحاته وتحصى خيراته وتستقصى ثمراته. فادعوا الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. فكم من طامع بلغ هذا الشهر فما بلغه، وكم من مؤمن إدراكه فما أدركه فاجأه الموت فأهلكه. أيها المسلمون عباد الله، رحيل من رحل عنا نديم لنا وهذا الموت منا قد دنا. الرحيل قرب منا فالتوبة توبة قبل أن لا توبة تنال ولا عطرة تقال ولا يفدى أحد بمال. فأروا الله من أنفسكم خيرا عباد الله. فبالجد فاز من فاز وبالعزم جاز من جاز. واعلموا أيها المسلمون واعلموا يا رحمكم الله أن من دام كسله خاب أمله وتحقق فشله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. أيها المسلمون، هذا شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود، هذا وقت الترقي والصعود. فيا خسارة أهل التقصير ويا خسارة أهل الرقود. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. أخرجه البخاري. عباد الله أيها المسلمون، هذا أوان الجد إذا كنت مجدا. يا عبد الله، هذا أوان الجد إن كنت مجدا. هذا زمان التعبد إن كنت مستعدا. هذا باب الخير مفتوح، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب. هذا الشيطان شد وصفد وكب. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أخرجه ابن ماجه. أيها المسلمون عباد الله، هذا زمان الإيام، هذا مغتسل بارد وشراب رحمة من الكريم الوهاب، فأسرعوا بالمتاب فقد قرب الاغتراب في دار الأجداد والتراب. قرب منا، دخل علينا رمضان، دخل علينا رمضان. أيها المسلمون عباد الله، دخل علينا رمضان، فكم قريب لنا فقدناه، وكم عزيز علينا دفناه، وكم حبيب علينا باللحد أضجعناه. فاعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا أيها المسلمون، يا من ألف الذنوب وأجرها، يا من ألف الذنوب وأجرها، يا من غدا على زلاته متندما، يا من ألف الذنوب وأجرها، يا من غدا على زلاته متندما، فدونك المنى والمغنما، والله يحب أن يتوب ويرحم. أيها المسلمون، طوبى فطوبى لمن غسل في هذا الشهر قبل الذنوب بتوبة ورجع عن خطاياه قبل فوت الأوبة. أيها المسلمون، هذا شهر يفك فيه العالي ويعتق فيه الجاني ويتجاوز عن العاصي، فبادر الفرصة وحاذر الفوت، ولا تكن ممن أبى وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران والمنى. صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك رمضان، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. خرج ابن خزيمة وابن حبان. يا عبد الله، يا متقي النواظر، يا متقي النواظر في المحرمات، في الشوارع والأسواق والقنوات والشاشات والجوالات، فحذاري حذار، فحذاري حذار من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والصوم عباد الله لا يكفي عن ترك الطعام والشراب، وإنما ينبغي للصائم أن تصوم جوارحه عن المعاصي والآثام، وإلا لم ينل من صومه إلا التعب، إلا الجوع والعطش. أيها المسلمون، احذروا ما تبثوا في القنوات وفي المسلسلات. احذروا عباد الله من البرامج المخلة والمشاهد المخلة، لا يراعون فطرا ولا صوما. وتمسكوا بكتاب ربكم واقتدوا بنبيكم صلى الله
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، إن أولى ما قضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الساعات مدارسة الآيات وتدبر البينات والعظات. فقد كان جبريل عليه السلام يلقى خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. أخرجه أحمد. أيها المسلمون، هذا شهر الإنفاق والبذل والإشفاق. تذكروا عباد الله الأكباد الجائعة أهل الخصاصة والخلاصة الذين أصابتهم الفاقة. أعينوهم وأغنوهم وأطعموا القانع والمعتر وأغيثوا الجائع والمضطر. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أخرجه الترمذي. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. أيها المسلمون، مواسم الخيرات أيام معدودات. مسيرها الزوال والفوات. فاقصروا عن التقصير في هذا الشهر القصير. قوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية. تفوزوا بتقوى الله تبارك وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا وتمسكوا بكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجد بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من عرفنا وبلدنا وشعبنا بسوء فعليك به يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيرا عليه واشغله بنفسه وهمه وغمه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم وحد بين كلمتنا. اللهم وحد بين صفنا. اللهم اجعلنا كالجسد الواحد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن